مشاهدينا الكرام في كل مكان، برحب بحضراتكم معانا ولقاء يتجدد وحلقة جديدة من سحر الوادي. تابعونا من داخل مدينة السلام، من داخل مدينة شرم الشيخ، وفاعليات المؤتمر الدولي الثاني للسياحة العربية. السيد الأستاذ الدكتور محمود خلف محافظ الأقصر الأسبق ورئيس مجلس إدارة المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر، السيد الأستاذ الدكتور محمود الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية ورئيس جامعة أسيوط الأسبق، السيد الأستاذ محمد أمين مدير عام السياحة الدولية نيابة عنه، السيد الأستاذ عمرو الأزمي رئيس هيئة تنشيط السياحة، السادة والسيدات الزملاء عمداء وأعضاء هيئة تدريس كليات السياحة ومعاهد السياحة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أرحب بحضراتكم ضيوفا كراما في رحاب كلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس، الراعية الأم لجميع كليات ومعاهد وأقسام السياحة العربية، وهي إحدى الجمعيات التي تتبع اتحاد الجامعات العربية. السيدات والسادة، إن أهم ما يميز مؤتمرنا اليوم هو جمعية النخبة المتميزة من أساتذة وخبراء السياحة والفنادق في مصر والوطن العربي، بجانب لطيف من الشخصيات العربية البارزة في مجال السياحة والفنادق والإرشاد السياحي، ورجالات أفاضل للصناعة السياحة، فضلا عما يحمله كافة القائمين عليه من أن تنبسط تفصيلات على نتائج علمية عملية متميزة تحقق انتعاشة قوية لتنمية ذلك القطاع الحيوي. وعلى هامش المؤتمر الدولي الثاني للسياحة العربية كونوا معنا، ولقائي بالأستاذ الدكتور محمود خلف رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للسياحة بالأقصر، والأستاذ الدكتور السيد عطية عبد الهادي أمين عام المؤتمر. برحب بحضراتكم معنا. وبداية دكتور، أهم النقاط اللي وردت في كلمات حضرتك وأهم رسالة تحب نبلغها لكل الدول العربية من خلال كاميراتنا وتحب أنها توصل لكل العالم من خلال هذا المؤتمر، يا ترى إيه؟ الحقيقة دي وممكن نتحدث في إطار عام الأول قبل هدف المؤتمر. الإطار العام إن احنا التوقيت الحرج الذي أو المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، فدي رسالة مهمة جدا بتطلع من هذا المؤتمر. وفي شرم الشيخ رسالة سلام، رسالة استقرار، رسالة أمن، ودي نقطة مهمة في هذا. وبنقول صيحة إيقاظ للتيارات السياسية في مصر انهم يراعوا ان قضية الاقتصاد وقضية استقرار السياحة وانها الدخل الثاني بعد البترول في مصر وقبل قناة السويس، وده مصر كلها متأثرة به، يجب ان يكون يعني ما فيش مشكلة من المتناقضات السياسية، ما فيش مشكلة من الصراعات السياسية، ولكن يجب ان تبقى في حجمها الطبيعي، لا تؤثر سلبا على مسار الاقتصاد المصري بصفة عامة والسياحة بصفة خاصة. نأتي للنقطة الثانية وهي الأهم، ان احنا عندنا مؤتمر السياحة العربية بيبحث في آفاق السياحة العربية، واحنا عندنا تراث في النظام الإقليمي العربي اللي هو أقدم نظام إقليمي. يعني يمكن في ناس كتير قوي ما يعرفش ان الجامعة العربية أنشئت كأول نظام إقليمي تعاون إقليمي قبل هيئة الأمم المتحدة وقبل الاتحاد الأوروبي ب6-7 سنوات. الاتحاد الأوروبي ومع ذلك نشوف الاتحاد الأوروبي راح فين واحنا في مكان. يعني لا نجلد الذات، ولكننا احنا بنعرف ان في مشاكل سياسيه، تيارات سياسيه، نقاط سياسيه، ولكن بالتجارب العالميه وجدنا حتى نجاح التجربه في اوروبا، في نجاح التجربه الاوروبيه، ونجاح تجربه التعاون في الاسيان، ونجاح تجربه التعاون حتى في امريكا اللاتينيه كانت بالسياحه. لماذا السياحه؟ لان السياحه بتتعامل مع الانسان، السياحه بتتعامل مع الانسان، فعمليه اواصر الصداقه. يعني احنا ما نبصش للسياحه من منظور الاقتصادي ان سائح بيجي وبيتفسح وبيدفع فلوس وبيرجع، ده منظور اقتصادي، ده الاساس، ولكن لها بعد ما حدش واخد باله هنا في مصر، لان الناس بتروح وبتيجي بتنقل ثقافه مصر،
ودي عالم ديمقراطي، بيطلعوا بياخدوا ويجوا مصر يقول لك مصر مستقره، بتفتح افاق اقتصاديه. في حاجه اسمها بنقول تبادل الثقافات، يعني مثلا الحديث عن الفتنه الطائفيه في مصر او الحديث عن التشدد الاسلامي بيقروه، انما لما بيمشوا في الشارع الثقافه بيعرفوا، بيقدروا يفهموا الاديان، بيفهموا العقائد. هذه بتنقل نقل الثقافات بين الشعوب مهم جدا، لان ده اللي بيفتح الباب الاساسي. وفي نفس الوقت لما ناخد هذا نغلفه بالمؤتمر اللي احنا بصدده اليوم، بنجد ان بيساعد هذا الاختراق في النظام الاقليمي العربي السياسي العاطل. التحريك العلمي لن يختلف عليه احد، خاصة ان النهاردة الشباب هو الجيل القائد في العالم كله، والشباب هو المطلع على نظم الاتصالات، والشباب بالعلم. وده حديثي هنا للشباب، لان منحى العلم هو الملحق اللي احنا مش هنختلف عليه، العلم متاح. فان البعد العلمي لفتح افاق جديده للسياحه العربيه، نفسنا نلاقي ان المواطن يتحرك من المحيط للخليج بدون حواجز. على سبيل المثال الفنادق بتبدل البعض بدون حواجز، بدون اجراءات، يعني اللي يحط زي اوروبا كده، تحط رجلك في ايطاليا تلاقي فيه سيستم كده يلففك اوروبا. احنا عايزين اللي يحط رجله في تونس، اللي يحط رجله في مغرب يلاقي نفسه بعدها بيومين في القاهره، بعدها بيوم في الخرطوم، بعد كده في اليمن، في كل مكان. محتاج ترتيب وتعاون ومزيد من عمل المدخل الوحيد والرئيسي هو المدخل العلمي، واحنا مش هنخترع، لان الكلام ده اللي انا بقوله ده موجود في 3 نظم اقليميه متفوقه زي ما انا قلت، الاتحاد الاوروبي والاسيان، مجموعه الاسيان دولت يعني، والماركسير او مجموعه امريكا اللاتينيه، قعدوا زي حالتنا كده سنين. اول ما بدا يشيلوا حواجز السياحه ويستخدموا السياحه استخدام علمي بالبعد الحضاري الانساني، راحت رفعه ما بين الارجنتين حتى والبرازيل. نعرف ان في عداء انتهت الكلام ده كله وزاد الدخل، وممكن نقرا ونشوف الكلام ده. نتمنى ان شاء الله ان يعني يكون هذا المردود باذن الله عائد على خير على مصر وعلى العالم العربي. الأستاذ الدكتور السيد عطية عبد الهادي أمين عام المؤتمر. المؤتمر عنوانه نحو آفاق عربية، أو المؤتمر الدولي الثاني للسياحة العربية. لأي مدى مهم أننا نلتقي معا كعرب في تحت مظلة السياحة، لأي مدى مهم مزيد من التقارب ومزيد من تبادل وجهات النظر العلمية لدفع الحركة السياحية بيننا كعرب. هو لو تعرف حضرتك ان المؤتمر بترعاه جمعية اتحاد كليات ومعاهد واقسام السياحة العربية التابعة لاتحاد الجامعات العربية، وهذا المؤتمر هو المؤتمر السنوي للجمعية اللي انا اتشرف بان اكون الامين العام لهذه الجمعية. الحقيقة المؤتمر يعني كان من المفترض ان تنطلق فعالياته في الشقيقة سوريا في شهر نوفمبر الماضي، ولكن حالت الظروف دون انعقاده، فأصررنا على انعقاد المؤتمر بصفة دورية. الحقيقة يعني ضربنا عصفورين بحجر زي ما بيقول، أولا لاستمرارية المؤتمر ومصداقية الجمعية، ثانيا الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن العربي من ناحية، ومصر وسوريا بصفة خاصة، والعالم العربي ثورات الربيع العربي اللي بتجتاح. فهي السياحة هو المشروع الأول لإنقاذ مصر في الوقت الراهن. ويعني يكفي ان حضرتك تعرف ما يقرب من 15 ل 20 مليون مصري عايشين على دخل السياحه، فما بالك في بعض الدول الاخرى العربيه ارقام ايضا مهوله. وبالتالي فدخل الوطن العربي من السياحه دخل كبير جدا، يعني يكاد ياتي بعد دخل البترول على مستوى الوطن العربي. دي من ناحيه. الناحيه الثانيه ان احنا عاوزين نعمل يعني شبه كوكبه او مظاهرة لمناصرة السياحة وإعطاء رسالة قوية من العلميين ورجالات الصناعة في مصر والوطن العربي على أن السياحة ما زالت لن تموت ولم تموت، ولكن الأمل موجود ويجب أن تبعث مرة أخرى. فجاء وقت هذا التوقيت للمؤتمر في وقت حاسم، وأصررنا على عقد هذا المؤتمر في مدينة السلام في مدينة شرم الشيخ لكي نعطي رسالة ونبعث أمل للمصريين من ناحية والعالم الخارجي، رسالة حب وسلام، وإن احنا ما زالت البلد آمنة والرسالة والسياحة بخير. وأهلا بيكم، أهلا بيكم في بلدكم الثاني ووطنكم الثاني مصر، لكي
نخرج من هذا المأزق الذي نمر به، ونتلافى الأخطاء والمشاكل التي يبعثها بعض الفضائيات وبعض الفئات. يعني بلا شك وما لا شك فيه أن السياحة صناعة هشة، إشاعة بسيطة، كلمة بسيطة يقولها إعلامي لا يقصدها أو حتى يقصدها بتؤثر كثيرا. طبعا. نعم. مع الربيع العربي ومع الحراك السياسي اللي بنشهده في المرحلة الآنية، كيف ترى مستقبل السياحة العربية في ظل هذه المؤتمرات والندوات والسعي نحو إيجاد كيان عربي موحد للسياحة؟ هو الحقيقة السؤال ده مهم جدا، لان عمليه الناس بتقول ايه، السياسه والتغيير والربيع العربي ده كويس، ما احنا ممكن الامرين لا يتعارضوا، ما يتعارضوش. ولكن الحقيقه بعض من التيارات السياسيه وبعض من وسائل الاعلام، خلينا اقول الغير مهني، يعني مش هنتهم حد بحاجه، غير مهني ما بيبقاش عارف مثلا ايه الوزن، ابعاد كلمته ايه، والوزن النسبي للمتحدث ده مهم، الوزن النسبي، الراي المواطن مهم، عرفني انه مواطن بيقول رايه زي ما هو عايز، انما بيبقى مجهل الشخص، بيتحدث باسم فئه، بيتحدث باسم الشعب المصري، بيتحدث باسم الشعب العربي، ده بيدي الرساله المغلوطه، وهذا هو الخطا. انا مش شايف لو الامور مرشده وتسير في اطارها، بل على العكس الربيع العربي هيدي عائد اكتر ويدي زخم اكتر لحركه السياحه. ما ننساش الربيع العربي بدا بيتحدث بلغه العالم، فلما نتحدث بلغه العالم يجب ان نتحدث بلغه العالم على كل مشتملات الموضوع، وليس على محور ونتحدث على محور تناقضي اخر. فهي الحقيقه خلينا اقول وبؤكد بفرصه هذا البرنامج والرساله موجهه للاخوه والاخوات، نحن لا نتهم الاعلام ان هو مش مقصود ان ما بنخبيش، احنا يقول كل حاجه ولكن بمهنيه ومراعاه الضمير الوطني مش اكتر. انا عارف ان هي كده، ولكن انا عارف ان الضمير المهني والضمير الوطني، ولكن مسؤوليه وصعبه. يعني الاعلامي الذي ينهج هذا المنهج هو بيقوم بعمل وطني مخلص وصعب، مش سهل. اللي يتغاضى عن الامرين ما اقدرش اديله تعريف اعلامي بصراحه. شكرا. الرساله اللي نحب نوجهها او سيادتك تحب توجهها من خلال المؤتمر الدولي الثاني في شرم الشيخ؟ والله الرساله اللي انا بوجهها ان احنا كعلميين وكرجال صناعه، ان احنا بنقول ان الصناعه موجودة، السياحة موجودة، وبنتباحث اليوم في مؤتمرنا عشان في 50 ورقة عمل وبحث متقدمين لكيفية الخروج من هذا المأزق، وإيه الآفاق اللي احنا هننطلق إن شاء الله فيها في المستقبل عشان نخرج من هذا الوضع الصعب اللي احنا موجودين فيه على مستوى الوطن العربي ومصر. سعيد ان انا التقي بالدكتوره سعاد عمران، الاستاذ المتفرغ للدراسات السياحيه. تابعونا وكونوا معنا. دكتوره سعاد، مرحبا بحضرتك معانا واهلا بيكي في بدايه اولى صفحات هذا المؤتمر. اهلا بيكم ومرحب طبعا، ونتمنى ان شاء الله تبقى بدايه موفقه لهذا المؤتمر اللي حضرتك زي ما انت شايف مليء بالابحاث العلميه والضيوف الكرام ومن خلاصه المجتمع العلمي في قطاع السياحه. بداية حول الأوراق البحثية وحول مشاركة حضرتك في هذا المؤتمر وأهم النقاط في الورقة البحثية المتعلقة بحضرتك. هو الحقيقة للأسف الشديد أنا ما عنديش ورقة بحثية معينة، لكن أنا يعني أشرفت على الأبحاث بتاعت يعني التلاميذ بتوعي بمعنى أصح، يعني بحيث إن هم يعني المشاورة والتوجيه، بحيث ان هم ان شاء الله تخرج الاوراق ليها نتائج مثمره ان شاء الله بالنسبه للسياحه العربيه.
لنتمنى انها ان شاء الله تزدهر في الفترة اللي احنا حاليا موجودين فيها. في ظل هذه الظروف يعني الحساسة اللي بتمر بيها بلدنا، تقولي ايه للمسؤولين من خلال الحكومة القادمة، حكومة الدكتور الجنزوري، تقولي ايه على اهم القرارات المفروض يتخذها وزير السياحة في الحكومة الجديدة؟ الحقيقة هي أهم النقاط الأساسية لمصر ككل الناحية الأمنية اللي شعرنا بيها خلال 3-4 أيام من دلوقتي الحقيقة يعني. دي الحاجة التانية بالنسبة لتوجه للدول العربية. الدول العربية نسبة السياحة العربية بعد ما كنا بنعتمد على تقريبا 50% من السياحة العربية إلى مصر، في الفترة الأخيرة قبل 25 يناير كانت وصلت لحوالي 27-28% فقط من حجم السياحة الدولية لمصر. وده طبعا دي الحقيقة للأسف الشديد جزء ضعيف جدا، ويعني المفروض ان احنا في الدول العربية اكثر مصداقية، هم عارفين بأحاسيسنا، عارفين بمشاكلنا، يجوا يشاركونا بحيث ان احنا ننهض بالسياحة. فاللي انا اطلبه من ان شاء الله وزير السياحة التوجه بشكل مكثف للدول العربية لاستعادة النشاط بالنسبة للسياحة العربية اللي هم مش هيستغنوا عنه، ولا احنا ما نستغناش عنهم ابدا ان شاء الله. مع بداية المرحلة الثانية من الانتخابات وهذا الحراك السياسي اللي كلنا بنشهده والمشاركة السياسية المرتفعة، تقولي ايه نمرة 1 المرأة ومشاركة المرأة، نمرة 2 لرأي الأغلبية واحترام رأي الأغلبية في اتجاهات معينة؟ لو أنا ما اديتش هذا الاتجاه يقول لي أنت غلط، المفروض تدي الاتجاه بتاعي. في اتجاهات تانية لما بتشوف تيار معين واخد أغلبية يقول لك الناس مالها مش متعلمة ليه؟ تقولي إيه لمن لا يحترم رأي الأغلبية؟ الانتخابات يعني بما سوف تسفر عنه من نتائج سواء لأي تيار من التيارات، فطبعا احنا هنحترم هذا التوجه. ده نمرة 1. نمرة 2 المفروض هذا التوجه يعي تماما موقف مصر ايه. يعني تماما ان مصر بتعتمد على السياحة بشكل رئيسي، من اولى الدخل لمصر هو الدخل السياحي طبعا، فلازم نحافظ عليه، بالعكس احنا نستثمره. وبين احنا عندنا كوادر كتيرة جدا جدا، عندنا مشروعات سياحية ضخمة عملاقة. احنا دلوقتي في شرم الشيخ، ويمكن هذا التوجه لشرم الشيخ عشان نحاول نعمل تنشيط للسياحة، السياحة العربية أولا. هم السياحة العربية بيحبوا جدا يعني سياحة الاستجمام والترفيه، بيحبوا مصر، فدي ده توجه. بالنسبة للتوجه إلى المرأة، المرأة يعني سوف تعمل في كافة تحت أي تيار من هذه التيارات، لأن المرأة بتشكل نص المجتمع المصري. حتى لو كان التيار المتحفظ بالنسبة للمرأة، المرأة هتنزل تشتغل زيها، مش ممكن المرأة هتقعد في البيت. بعد ما وصلنا لهذا المستوى من التقدم والعلم ومستوى مشاركة المرأة في هذا المجتمع وحتى في البرلمان، لا يمكن المرأة تتخلى عن هذا الدور مهما كانت هذه الظروف. لكن هو طبعا في ملاحظات هم بنسمعها من التيارات الإسلامية، هنغطي التماثيل ليه نغطيها ليه؟ ده التراث ليس لنا. هي مش كلها يا دكتورة سعيد، يعني هو يعني أحد التيارات الدينية فقط، لا نسحب هذا كل الكلام وكل هذا الحديث على كل التيارات الإسلامية، يعني هو تيار لما يقول كده. بالضبط. احنا بنسمع طبعا قنوات فضائية يعني بتدي مساحة واسعة جدا لكل التيارات انها تتكلم، لكن انا عايزة اقول لهم ده تراث ليس ملكنا فقط، ده ملك العالم كله، ده مسجل في هيئة اليونسكو، وان احنا ما نقدرش نقرب له ولا نغيره. احنا لا نعبد هذه التماثيل او لا نعبد هذه الاثار، احنا بنقدر تاريخ مصر العريق، وبالتالي لازم نحترمه بشكل مهم.
شخصيا ورئيس اتحاد الجامعات العربية وباسم الأستاذ سلطان العواري أمين عام اتحاد الجامعات العربية، نحن نرحب بحضراتكم جميعا في هذا المؤتمر العلمي. بداية الحقيقة باسم اتحاد الجامعات العربية أحب أشكر السيد الدكتور الأستاذ سعد عطية على إصراره على عقد المؤتمر، خصوصا في الظروف اللي بتمر بها الوطن العربي وخاصة في مصر. لكن مفيش جدال إن إصرار الدكتور سعد عطية وزملائه على انعقاد المؤتمر في الظروف دي ده أمر مهم جدا بالنسبة للسياحة على مستوى الوطن العربي. الحقيقة احنا في اتحاد الجامعات العربية يمكن هتبقى كلمتي مركزة أساسا على اتحاد الجامعات العربية واهتماماته. احنا بنهتم بشقين، أولا بالشق الأكاديمي اللي هو من ناحية برامج الدراسية في جميع الجامعات العربية والبحث العلمي على مستوى جميع الجامعات العربية. ومن هنا بنشكل على مستوى اتحاد الجامعات العربية 20 جمعية كليات متناظرة، يعني عندنا 20 جمعية كليات متناظرة، منهم واحدة اللي هي جمعية كليات السياحة والفنادق على مستوى الوطن العربي. في جمعية كليات الطب، في جمعية كليات الهندسة، جمعية كليات الزراعة، جمعية كليات الآداب، جمعية كليات الحقوق، جمعية كليات الإدارة وهكذا. الهدف من الجمعيات العلمية ديت إن السادة عملاء الكليات يتقابلوا مع بعض مرة كل سنة غير الاجتماعات الإدارية اللي بتتم، بيتناقشوا على تبادل البرامج، تبادل البحث العلمي، تبادل الخبرات من الناحية التدريسية وتطوير البرامج التعليمية وتبادل بين أعضاء الجلسة في المؤتمرات والمناقشة في الأبحاث. دي طبعا مع دلوقتي بنعمل برضه مع جمعية كليات المناظرة اعتماد أو معايير اعتماد برامج كليات السياحة والفنادق، وكل جمعية بنعملها بهذا بحيث نقدر نصل إلى المستوى العالمي المطلوب في اعتماد الكليات أو اعتماد الجامعات مع انتشار هيئات الجودة الموجودة دلوقتي تقريبا في 13 قطر عربي في هيئة الجودة الموجودة في كل الكليات في الجامعات العربية في الدول العربية الموجودة حاليا دلوقتي. الجامعات العربية مثلا جامعة كليات السياحة بتبقى جامعة قناة السويس، جمعية كليات الطرق بتبقى جامعة دمشق، جمعية كليات الشريعة بتبقى في الجزائر وهكذا، يعني متوزعة على مستوى الوطن العربي بحيث بيحصل فيه تبادل ما بين الأساتذة على مستوى الوطن العربي. الحاجة الثانية على مستوى الطلبة نفسها، يعني على مستوى الطلبة نفسها أيضا بنهتم بلقاءات طلابية على مستوى الجامعات العربية. فعندنا مركزين مهمين جدا على مستوى الوطن العربي، في مركز التدريب والإبداع للطلاب العرب وده موجود في الجامعة الوطنية، وأيضا في مركز الأنشطة الطلابية وده موجود في جامعة جنوب الوادي في مصر. المراكز دي تهتم بالصيف بيبقى في تبادل لتدريب الطلبة العرب على مستوى الوطن العربي، بحيث الطلبة من كل الدول العربية بتتقابل في جامعة من الجامعات سواء جامعة قناة السويس أو جامعة دمشق أو جامعة السعودية أو جامعة في أي مكان. طلبة بتتقابل بيقعدوا 6 أسابيع مع بعض، سواء كان في مستشفى عشان تمريض أو عن أطباء أو في مصنع أو في شركة وهكذا. دي بتعمل علاقات تنشأ بين الطلبة، بيحصل تبادل بين الطلبة في نفس الوقت. تبقى في مسابقات الإبداع العلمي، إبداع في التكنولوجيا، إبداع في الاختراعات، إبداع في القصة، إبداع في الأدب، إبداع في أنشطة ثقافية متعددة. إنه على هامش المؤتمر السياحي الثاني للسياحة العربية والمعقد بشرم الشيخ، تابعونا وكونوا معنا. وهذا اللقاء وضيوفي الكرام اللواء أحمد صالح سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، والأستاذ الدكتور محمد رأفت محمود الأمين العام المساعد للجامعات العربية. تابعونا وكونوا معنا. سيادة اللواء برحب بمعاليك معنا وأهلا بك ضيفا كريما على أسرة برنامجنا سحر الوادي. أهلا وسهلا بيك وأهلا بضيوفنا على أرض جنوب سيناء وطبعا بالتحديد في شرم الشيخ. والحقيقة المؤتمر إن شاء الله هيكون له واضح من البرنامج بتاعنا له تأثير إن شاء الله يكون علمي إيجابي على نشاط السياحة في مصر وفي جنوب سيناء بالتحديد. أستاذنا الدكتور محمد، الحمد لله على سلامتك وأهلا بك مع فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للسياحة العربية. أهلا بك، أهلا وسهلا.
بداية سيادة اللواء، عندما نقول أن مستقبل مصر بيعتمد تماما في الفترة القادمة بإذن الله على السياحة، وأن السياحة صناعة بتحتاج مزيد من الاهتمام بها وهي قاطرة التنمية، إلى أي مدى فعاليات مثل هذه المؤتمرات والندوات والأنشطة السياحية تفيد في دفع الحركة السياحية في هذه الآونة وهذه الأيام؟ والله هو اللي أنا يعني شايفه من المؤتمر ان شاء الله انه هيكون له اسلوب علمي في دراسه دفع السياحه ودفع هذا النشاط وتحقيق اقصى استفاده منه. الجناح الاخر له العاملين في مجال السياحه، المستثمرين في اصحاب الفنادق والمنشآت السياحيه وكل ما هو صناعه مرتبطه بهذا النشاط. الحقيقه كل واحد بيقوم بدوره. تنشيط السياحه، التوجه الى مقاصد جلب اخرى بخلاف المقاصد الموجوده حاليا. المقاصد العربيه من المقاصد الهامه جدا. يعني الحقيقه في مجهودات بالاضافه لهذا المؤتمر بتتم على جميع المستويات. احنا على مستوانا هنا كمحافظه جنوب سيناء كمحافظه سياحيه تعتمد بالمقام الاول على النشاط السياحي. بنقوم بادوار بيقوم بها السيد المحافظ واحنا معاه والمستثمرين من وراه، ان احنا نوضح الصوره ونقلل بقدر الامكان زي ما قلت في كلمتي كده بعض التصريحات الغير مسؤوله التي لها تاثير لا يشعر به معلقها حقيقه. ففي طبعا جهود قايمه بها العلميين والمتخصصين واصحاب المجال، وبنامل ان شاء الله ان يكون مردودها باذن الله ايجابي. اللي عايز اضيفه ان السياحه العربيه الحقيقه محتاجه نوع من الدعايه والتطوير، محتاجه نوع من التنظيم. يعني احنا السياحه الاوروبيه بيبقى الاوروبي من دول منظم حياته على يوم كذا، هيبدا نشاطه السياحي ينتهي يوم كذا. احنا عايزين ان هذا الوعي يبقى موجود على المستوى المحلي والمستوى العربي. جميل. الأستاذ الدكتور محمد رأفت محمود، الأمين العام المساعد للجامعات العربية، كيف ترى توقيت هذا المؤتمر والإصرار على تنفيذه في هذا الوقت بالتحديد؟ اولا طبعا توقيته مهم جدا، والاصرار بحيي الزملاء في جامعه قناه السويس على اصرارهم على انعقاد المؤتمر، لان اولا طبعا زي ما انت عارف وزي ما قال سياده اللواء دلوقتي ان السياحه العربيه امر مهم جدا. في نفس الوقت لما تستدعوا عمداء كليات السياحه في الوطن العربي كلهم بالاضافه الى شركات السياحه، انا شايف النهارده في شركات سياحه كتيرة موجودة حاضرة المؤتمر، هيحصل فيه نوع من عرض المشاكل اللي موجودة في السياحة العربية، ازاي نقدر نحل المشاكل اللي موجودة باسلوب علمي، وده بينعكس على العملية التعليمية نفسها، لان السادة العمداء مهتمين بتطوير الدراسة وتطوير البرامج التعليمية اللي موجودة، وفي نفس الوقت احداث تخصصات جديدة موجودة في الكليات، خاصة من ناحية التسويق السياحي مع الإدارة في نفس الوقت إدارة سياحية اللي هي بتقدر تبقى دقيقة في تحديد البرنامج زي ما قلت له دلوقتي للسائح العربي. فده أمر مهم جدا. والحقيقة كمان طبعا زي ما أنت عارف دلوقتي إن السياحة بقت مورد مهم جدا، مش بس لمصر، الحقيقة مورد مهم جدا لاقتصادات العديد من الدول العربية، مصر وسوريا وتونس والمغرب والكثير من الدول العرب ولبنان. فلذلك طبعا الاجتماع دوت هيبقى مهم جدا جدا بين الساده العمداء مع شركات السياحه اللي موجوده، بحيث ان هم ازاي يقدروا يتغلبوا على المشاكل اللي موجوده دلوقتي باسلوب علمي يعني. جميل. الرسالة اللي نحب نوجهها من خلال سيادتك النهاردة من خلال دعم وتعاون المحافظة مع الجامعة لمزيد من دفع مثل هذه اللقاءات العلمية السياحية. طبعا احنا مبدئيا يعني بنثمن غاليا إقامة هذا المؤتمر هنا. التوقيت الحقيقة يعني أكثر من مناسب للسبب اللي أنا قلته من شوية، إن هناك بعض المزايدات على هذه الصناعة. المحافظة لا تألو جهدا إنها تشوف النتائج اللي هتوصل ليها الابحاث والمؤتمر اللي قائم حاليا، واحنا جاهزين ان احنا ننفذه بالشكل اللي هم يروه علميا يحقق النجاح المطلوب من هذا المؤتمر. وبنأمل ان في اي وقت تتم هذه المؤتمرات، تتم عندنا هنا او تتم في مقصد سياحي اخر من المقاصد الهامه زي الغردقه او الاقصر، ويبقى توضيح مش بس للرأي العام هنا، لا للرأي العام الخارجي كمان،
ايه اللي موجود عندنا. احنا سينا بتبعد 500 كيلو عن القاهره، الاقصر بتبعد تقريبا 1000 كيلو عن القاهره، الغردقه 300 كيلو و400 كيلو عن القاهره. وده ملوش دخل ابدا باي حراك سياسي او تغيير او تنشيط للديمقراطيه في اي بلد. يعني ده ما يقلقش السائح لسبب وحيد، احنا لحد النهارده لم يتعرض سائح واحد لاي نوع من انواع الاذى او حتى المضايقه بسبب هذا الموضوع. فاحنا جاهزين ان احنا نعاون العلم والعلميين في هذا المجال، ومن خلال احنا الناس المتخصصه معانا في مجال السياحه سواء الغرف او وزاره السياحه. اني عايز ما اطولش عليك، انما انا بقول لك ان اول امبارح وامبارح كان السيد وزير السياحه معانا هنا على الطبيعه، استمع لعديد من الاراء ووجهات النظر والحلول والمقترحات. والحقيقه يعني السيد الوزير كان يعني سعيد جدا بهذه الزياره لان اتحطت صوره واضحه قدامه. جميل. الاستاذ دكتور محمد رأفت محمود الامين العام المساعد للجامعات العربيه، الرؤيه الموسوعيه للتعاون العربي الجامعي، ومن خلال موقع سيادتك كيف تراه مستقبلا في الفتره القادمه باذن الله؟ احنا الحقيقه بنهتم جدا بالموضوع دوت، يعني زي ما انا قلت النهارده، سواء كان على مستوى البرامج الدراسيه، على مستوى البحث العلمي، على مستوى الطلبه نفسها. يعني بنهتم بكل الجوانب العمليه التعليميه، ولذلك انشاء الجمعيات الكليات المتناظره في كل التخصصات بيغطي كل الجوانب اللي قلتها لحضرتك دي. فالاتحاد بيهمه جدا جدا ان هو، لان انت عارف بصراحه لو الجامعات خرجت قوه بشريه في كل التخصصات، قوه متعلمه كويس وناضجه في التفكير، عشان كده احنا بنهتم حتى بجوانب تعليميه مكمله. زي ما انا قلت النهارده في مركزين، مركز أنشطة ثقافية وفنية ومسابقات علمية ومسابقات فنون للطلبة، لأن ده بيكمل العملية التعليمية ويخلي في نضج في التفكير لدى الطلبة في التعليم العالي، فيقدروا يتخرجوا مدركين لكل أبعاد الأهمية بالنسبة لهم يعني. فعشان كده احنا كاتحاد جامعات العربية بنساعد كل الجامعات العربية، بنمدها بكل الامكانيات اللي ممكن تطلبها، سواء كانت امكانيات بشرية، سواء كانت امكانيات مادية في حدود ما بنقدر نقدمه من دعم مادي لكل هذه الانشطة على مستوى الوطن العربي. انا سعدت كمان النهارده الدكتور محمود خلف في كلمته انه هيستضيف المؤتمر اللي جاي في الاقصر ان شاء الله، فده برضو مهم جدا جدا بالنسبه لنا، وتبقى الامور استقرت والامور بقت احسن ومصر ان شاء الله تبقى احسن. هتبقى كل الدول العربيه موجوده في هذا الاجتماع، وهنقدر بهذه الحاله نخطط للمستقبل السياحه العربيه بصوره افضل ان شاء الله. مشاهدينا الكرام في كل مكان، إلى أن نلقاكم وحلقة جديدة من خلال سحر الوادي مع مجموعة من الموضوعات المتجددة والمتعددة. لنا ولكم لقاء. شكرا وإلى اللقاء.